تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجدد التحية في هذا اليوم الثالث في عمر الاستحقاق الانتخابي الأبرز، وهو انتخاب رئيس للجمهورية. أرحب بضيوفي الأعزاء من أجل التعقيب على اليوم الثالث وكذلك بعض معالم أبرز ما تم خلال هذه أو اليومين الماضيين. أرحب من اليمين إلى اليسار بالدكتور محمد أبو حامد، عضو مجلس الشعب السابق ورئيس حزب حياة المصريين. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا فندم. أهلا بحضرتك. وأرحب أيضا بالضيف الكريم الأستاذ حمدي الفخراني، رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد والبرلماني السابق. أهلا وسهلا فندم. أهلا بحضرتك وأهلا بيكم. طبعا هناك قواسم مشتركة بين ضيفي، هو النضال الذي عرفه عنهم الشعب المصري وهم أغنياء بالتالي عن التعريف، وهم ممن دفعوا فواتير حقيقية أمام يعني الشعب وعلى مدار فترات كانت توصف أنها حالكة، فإذا لا مجال للمزايدة على قراءة كل منهما للمشهد. أبدأ بالأستاذ حمدي الفخراني. يعني إحنا عندنا تباين في المشهد الصحفي في الحقيقة بيعكس حالة عايزة توصفها. الأهرام بتقول مد التصويت لمدة 24 ساعة، ثم تطالعنا الوطن اللجنة العليا لتشويه الانتخابات. عندنا المصري اليوم بتقول الدولة تبحث عن صوت، والوفد افرح يا مصر. تعليق حضرتك أولا. يعني هو وفقا لاتجاهات الكاتب الصحفي اللي كتب في كل جريدة، هو بيترجم المشهد السياسي الآن ومد التصويت وفقا لاتجاهاته. هو واحد مش عنده اعتراض على اللجنة العليا للانتخابات، قال اللجنة العليا لتشويه الانتخابات، وده فعلا احنا مع ان هذه اللجنة ليست جيدة وأدائها غير جيد على الإطلاق أثناء الحملة الانتخابية، أثناء إدارة الانتخابات أو قبلها. المادة 24 ساعة ده هذا كان مطلوب، ده كان طلب شعبي وطلب تنظيمي كمان. يعني أنا في عهد الإخوان في الدستور رفعت دعوة قضائية ببطلان الانتخابات لمنع الناخبين منعا تنظيميا من الإدلاء بأصواتهم، بمعنى خلوا الاستفتاء على يوم واحد. الوقت مفيش وقت نهائي للناس تحط صوتها. نفترض اللجنة العليا للانتخابات انها تحدد عدد الوقت المسموح به، عدد الأيام، طبقا لأن أنا عندي 6000 ناخب في اللجنة، 4000 ناخب في اللجنة. لو الناخب الواحد هياخد دقيقة واحدة، وده طبعا ده حاجة غير مقبول، مش موجودة. يبقى أنا مطلوب 4000 في دقيقة، يبقى 4000 دقيقة نقسمهم على 60 دقيقة عشان أعرف كام ساعة، يبقى عندي 75 ساعة. 75 ساعة هو بيديني تصويت 12 ساعة في اليوم، يبقى أنا عايز 5 أيام. أما أنا أدي تصويت على يومين، يبقى أنا منعت الناخبين من الإدلاء بأصواتهم منعا تنظيميا. لما شفيق في الانتخابات الماضية رفع دعوة قضائية بحجة ان منع الناخبين في الصعيد من الادلاء باصواتهم، الاقباط، اخواتنا الاقباط، بحجه المنع. طب ده انا بمنع تنظيمي. لو الناس كلها، لو 4000 ناخب اترصوا كلهم ورا بعض من اول يوم كله واقف في الطابور، هاجي لحد اليومين هلاقي تلتين الناخبين اللي ادلوا بصوتهم او على الاقل 50%، والباقي لا ما حطش، وهو موجود من اول يوم. يبقى المنع ده منع تنظيمي. انا مع المد لمده 24 ساعه. نيجي للحمله. قصدك يوم ثالث ام تطلب مزيد من الوقت؟ لا مزيد، انا كنت بقول يوم ثالث، وكنت رافع بيها دعوه قضائيه على فكره لذات الوقت. طيب مدى انعكاس ذلك ايجابيا على العمليه التصويتيه في اعتقاد حضرتك؟ اعتقد ده هيساهم في نسبه الحضور. بس انا عايز اعقب على حاجه مهمه قوي. احنا لما زودنا يوم في الانتخابات في الخارج ما حدش اعترض، ولا المرشح حمدين صباحي اعترض، ولا حد اعترض. اللي بيقول بالعكس ده كان في ترحيب شديد جدا. تمام. كان في ترحيب بالمد، وايضا مدح للجنه العليا للانتخابات، ومدح انها زودت ده وسهلت للمصريين. انا النهارده اتوقع ان في اليوم الثالث ده الاخوان هتنزل لحمدين صباحي بكثافه، هتنزل تدعمه، وده حقهم، واحنا ما بنعترضش على اي شيء. اللي بيقول ان نسبه الحضور قليله دي مهمه قوي عشان نتكلم فيها. نسبه الحضور النهارده بيقال 22 مليون شخص،
ارجع لانتخابات مرسي وشفيق. مرسي جاب 13 مليون، وشفيق جاب، الفريق شفيق جاب 12 مليون ونص. طب احنا هنا الحمل على السيد حمدين صباحي، انت جبت كام مليون؟ النهارده حسب التوقعات والمرور اللي انا شفته في كل اللجان، المشير السيسي هيجيب على الاقل خالص 20 مليون. مفروض عشان ارفع نسبه يكون السيد حمدين صباحي جايب 18 مليون او 22 ايا ما يكون، احنا مش هنقول اكتر من كده. يبقى العبء عدم الحضور يرجع للمرشح الاخر وليس الدولة لها. يعني هناك يعني من يعزل الموضوع لأكثر من سبب. أنتقل إلى الدكتور محمد أبو حامد. إذا أردت أن تعقب على ما قاله الأستاذ حمدي أولا، وثانيا 37% أو ما يقارب بين 37 و 40%، كيف تقييمك لها في إطار دولة بتنتقل ديمقراطيا؟ هل إحنا أمام نجاح؟ يعني عشان نشوف برضو الجانب الإيجابي أولا قبل أن نرصد السلبيات. بالنسبة لك ده تدل على أن هناك عملية ديمقراطية بدأت بالفعل في مصر. طب خلينا بس نبتدي نقول إنه الانتخابات الرئاسية جاية في ظروف صعبة جدا، وجايه وفي حرب معلنه على الدوله اساسها حرب دعائيه اعلاميه. يعني احنا من اول 30 يونيو وكانت المعركه الجزء الاعلامي فيها التشويهي اللي بيحاول ينقل صوره غير حقيقيه للي بيحصل، كان حاجه اساسيه جدا في المعركه دي، بدايه من التشكيك في فكره ان 30 يونيو ثوره شعبيه، وامتدادا لكل الاحداث اللي حصلت من 30 يونيو لغايه الانتخابات الرئاسيه. وده استمر خلال فتره الانتخابات الرئاسيه، وانا متاكد انه احنا هنقعد يعني بنتعرض لهذه الحرب او بنخوض هذه المعركه الى ان تنتهي خارطة الطريق، ويمكن كمان بعد شوية من انتهاء خارطة الطريق. والهدف الأساسي منها هو أن دايما تتنقل صورة غير الحقيقة. إذا كنا بنتكلم عن 30 يونيو أن يتنقل إنها مش ثورة، إذا كنا بنتكلم عن الاعتصامين المسلحين اللي كانوا موجودين رابعة والنهضة يتنقل إنهم مظلومين وإنهم تعرضوا لاضطهاد وما شابه، إذا كنا بنتكلم عن الإجراءات اللي تمت لضبط الشارع المصري واللي هي لا تختلف عن أي إجراءات بتتعمل في أي دولة من الدول الراسخة في الديمقراطية، يتقال إن دون قمع وإلى آخر ذلك يعني. وبالتالي الواضح جدا إنه كان في أهداف محددة للحرب الدعائية اللي هتمارس في الانتخابات الرئاسية، كان من أبرزها فكرة إنه يا إما تظهر إن المشاركة الشعبية اللي فيها قليلة، وده كان من قبل حتى أول يوم في الانتخابات، كان صفحات الإخوان والقنوات الإعلامية المرتبطة بالإخوان والدول الداعمة للإخوان بتتكلم في الإطار ده، أو إنها تظهر إن فيها عدم حيادية أو ما شابه، وده اللي كان السيد حمدين صباحي بيعمله من اليوم الأول. يعني من قبل أي حاجة أصلا، من اللحظة الأولى اللي السيد حمدين أعلن فيها ترشحه كان بيتكلم إنه هينسحب لو حصل عدم حيادية، على الرغم إن ما كانش فيه شيء حصل أصلا. هو قال لو كان هناك طعنا في النزاهة والشفافية، يعني في الحقيقة يعني هو كان ربط ده. اللي عايز أقوله إنه إيه؟ إنه من اللحظة الأولى ومن غير مبرر ومن قبل ما تبتدي العملية الانتخابية كانت لغة السيد حمدين فيها فكرة التلويح والتهديد بشكل مباشر وبشكل غير مباشر بفكرة الانسحاب وما شابه. اللقاءات اللي عملتها حملة السيد حمدين مع المراقبين الدوليين كان فيها بشكل أو بآخر في كل اجتماع على فكرة الكلام عن إحنا هننسحب لو حصل كذا. فاللي عايز أقوله يعني إنه دي الظروف المرتبطة بالعملية الانتخابية. اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية طبعا كلنا عارفين إنها هي أعلى هيئة قضائية تقريبا بأعضائها. لما نشوف الوصف الكل لأعضائها، النائب الأول للمحكمة الدستورية العليا والنائب الثاني ورئيس مجلس الدولة، يعني مكونات اللجنة هتخليها هي أعلى هيئة قضائية. وبالتالي طبعا مع احترامي لكل الآراء اللي قد تكون بتنتقد شيء، لكن أنا يعني أقدر هذه اللجنة وأرى أنها بتشتغل في ظروف صعبة، وأرى أن احنا مش مفروض نفتح مجال. هل ترى أنها نجحت في إدارة الأزمة؟ هذا هو السؤال الحقيقي في ظل الظروف الصعبة اللي احنا بنمر بيها. قد يكون في بعض ملفات يعني ليهم فيها رؤية أو ما شابه، بس إجمالا أنا وجهة نظري أنه يحترم جدا
قراراتها، لان احنا اساسا جزء اساسي من معركتنا في 30 يونيو رجوع فكره الدوله بمكوناتها بما فيها احترام القضاء. ما يخص نسبه المشاركه، انا وجهه نظري انه احنا ما احناش دوله منعزله عن المعدلات الدوليه. العالم بيقول ان متوسط المشاركه بيكون ما بين 30 ل 40%، احنا غالبا هنتعدى ال 40%. فنسبه المشاركه في الديمقراطيات الوليده مثلا، يعني دي نسبه مش وليده. رئيس وزراء بريطانيا بيحكم ب 7% يعني ده في الديمقراطيات الراسخه لا تتعدى اصلا ل 40%. احنا بس كان طموحنا عشان الظروف الاستثنائيه انه كل ما يزيد المشاركه الشعبيه ويتعدى المعدلات حتى الدوليه، كل ما ده يخفض الضغوط الدوليه ويعزز موقف الرئيس القادم في اتخاذ ما يجب اتخاذه من قرارات مدعوما بإرادة شعبية جامعة واضحة. معنا على الهاتف زميلنا حسن عبد الغفار مراسل اليوم السابع بالمنيا، هكذا من أجل أن نستطلع الأجواء في الانتخابية ونرصد الكثافة وغير ذلك من إحداثيات أمام اللجان. طبعا محافظة المنيا هي محافظة من المحافظات المهمة، الصعيد كتلة تصويتية كبرى. أهلا بك يا حسن، صباح الخير. أهلا وسهلا بك، صباح الخير. أنت طبعا أمام أحد اللجان، صف لنا المشهد كما ترى. هو بالفعل أنا أمام لجنة الثانوية العسكرية بمحافظة المنيا. المشهد في محافظة المنيا من اليوم الأول، خلينا أرصد معاك من اليوم الأول يا ريت في عجالة. يعني من اليوم الأول المواطنين بالفعل نزلوا بكثافة كبيرة جدا. كانت هناك بعض العراقيل التي واجهت المواطنين، وهو كشوف المقيدين بها، حيث حدث ضم لبعض اللجان داخل لجان اخرى، وده احدث تشتت في بين المواطنين وعدم معرفه للجانهم الحقيقيه. ده ايضا اثر على عدم الخروج بشكل اكبر مما كنا نتوقع في اليوم الاول، لكن الطوابير في محافظه المنيا في اليوم الاول كانت كبيره جدا، وعدد المشاركه كانت بشكل كبير جدا، خاصه المراه التي امتلأت لجانها بالمصوتين حتى اللحظات الاخيره. طيب دعني اسالك يا حسن، يعني هذا بالنسبه للجنه، هل تجولت ورصدت نفس المشهد بذات نفس الكفاءه والكثافه في يعني على الاقل مثلا 3-4 لجان بالامس او الامس؟ انا بذكر المشهد على فكره بشكل عام. انا تجولت في قرى وفي المدينه وفي المراكز. لأن هذا للرد على الاتهامات التي تفيد بأن نحن ربما نتعامل مع لجنة فيها كثافة ونتناسى لجان قيل عنها أنها لم يكن فيها عدد كافي من الوافدين. يعني أنت شاهد عيان حسن، أنت شاهد عيان هنا. اللجنة التي يتم منها البث على مستوى القنوات كلها في محافظة المنيا لجنة أقل كثافة من اللجان الأخرى. أنا رحت الأحياء الشعبية كانت اللجان فيها مكتظة بالفعل، الطوابير امتدت لعشرات المترات أمام اللجان. لا احنا في محافظة المنيا شاهدنا خروج مكثفا في اليوم الأول. وصلنا لليوم الثاني درجة الحرارة المرتفعة جدا منعت المواطنين. كان 50 درجة حرارة مئوية تقريبا، ولا أنا غلطانة في التقدير؟ منعت المواطنين من الخروج في ساعات الصباح حتى الساعة 5 تماما بالأمس. بعد الساعة 5 مباشرة فوجئنا عاوز أقول لحضرتك سيل من المواطنين يتدفق على اللجان، غير أن القضاء رفضوا مد التصويت وأغلقوا أبواب اللجان في الساعة 9 رغم وجود مواطنين يدلون بأصواتهم أمام اللجان الانتخابية بحجة أن هناك يوم آخر للتصويت. طيب. في عجالة، ما هو توقعاتك؟ يعني أنت أمام اللجنة الآن، كيف يبدو الإقبال؟ هو الإقبال في الساعات الأولى بالفعل منذ بداية فتح اللجان وحتى الآن هو إقبال شبه ضعيف. هناك إقبال فردي من قبل المواطنين، لكن كما تعود المنيوية منذ بداية اليوم الأول حتى هذه الساعة نحن نتوقع بعد الساعة 5 الخروج المكثف كالعادة للمواطنين. هم اعتادوا على ذلك، وبالتالي فالتوقعات كلها
تقول ان الخروج سيكون مكثفا وبشكل اكبر بعد صلاه العصر، بعد انكسار موجه الحر ايضا، لان محافظه المنيا من المحافظات اللي فيها الحر شديد جدا، بالاضافه الى ان في تحديات ايضا داخل محافظه المنيا ولازم الكل يعرفها. عاوز اقول لحضرتك ان حمله المشير السيسي بالامس وفي مع اغلاق باب الاقتراع في اليوم الثاني اعلنت ان عدد المصوتين داخل محافظه المنيا 840,000، اي بزياده حوالي 150,000 عن التصويت في الدستور. طيب وبالتالي اعذرني لضيق الوقت، لدي ضيفين اشكرك. وصلت رساله استاذ حسن عبد الغفار زميلنا ومراسلنا من اليوم السابع على هذه المعلومات القيمه. هذا هو رصد، وهو هنا ليس فقط صحفيا، هو شاهد عيان على يعني ما يحصل في المنيا، وبالتالي لا يزايد علينا احد. عوده اليك استاذ حمدي الفخراني. بالمناسبه يعني دكتور اثار نقطه مهمه جدا، وهي فكره غياب او ضياع الكتله التصويتيه اللي هي تخص الوافدين. يعني ما رايك في اداره اللجنه، بما انك كنت تتحدث عن اداره اللجنه في هذه القضيه، ايضا بالمقارنه مع ما حدث في الخارج، يعني تعاملها مع المصريين بالخارج؟ طب خلينا نعلق بس على نسبه الحضور في المنيا. انا حزين من نسبه الحضور في المنيا رغم انها اعلى من الدستور ب 150,000، لكن احنا نتوقع ان محافظات الصعيد ودول الصعايده انهم ينزلوا بكثافه اكتر، وكيفما تكونوا يولى عليكم. مش معقول هم هيقعدوا ويطالبوا بحقوق. احنا عايزين الصعيد ده يتم تنميته تماما. يعني ازاي انا لا اشارك في ابسط الحقوق؟ على فكره ده مش حق انتخابي، ده واجب انتخابي طبقا للدستور. التصويت في الانتخابات واجب مش حق. فيجب على كل محافظات الصعيد وشمال سيناء على انخفاض عدد الحاضرين في شمال سيناء. اتمنى ان هم يزيدوا من نسبه حضورهم النهارده ويكونوا في كثافه. يعني الوافدين النهارده كان تعاملت اللجنه العليا مع الانتخابات بطريقه غير مهنيه في موضوع الوافدين. انا مش معقول انا بطلب الناخب عشان يحضر النهارده وبيقول ده انا رحت لقيت زحام في اللجان. ازاي تقولي اعمل لي توكيل الاول؟ اعمل توكيل وبعد كده اروح للجنه الثانيه وما الاقيش اسمي هناك كمان. 67,000 اللي عملوا توكيل كلهم راحوا اللجان اللي عملوا توكيل ان هم هيروحوا او اقرار انه عايز ينقل لجنته الانتخابيه مجازا من مدينه المحله عندنا الى شرم الشيخ، يكون بيشتغل في شرم الشيخ، راح ما لقاش اسمه. ده 90% بالنسبه لشرم الشيخ كلهم من الوافدين. كلهم وافدين. انا اللجنه العليا للانتخابات النهارده كان امبارح تسمح بان الناس تروح تحط صوتها للوافدين. هو خايف انه يصوت. المشكله في الوافدين ان هو هينتقل، بخايفين او التخوف ان هو ينتقل يصوت في شرم الشيخ ويرجع يصوت في المحل. لا، انا احجز بطاقته النهارده، اخلي البطاقه بتاعتي معايا النهارده ياخدها بكره، اعمل دبوس فيها دباسه هيبان الخرم اللي فيها، مش اللي هي الدباسه العاديه دي، حتى لو شلت الدبوس منها هيبان مكان الاخرام اللي فيها. يعني سهل قوي. لكن تعاملت اللجنه العليا للانتخابات بطريقه غير مهنيه في موضوع الوافدين. ودول عددهم قد ايه؟ عددهم 6.5 مليون. استني، ده احنا عملنا 124 لجنه في الخارج في السفارات عشان 310,000. 310,000 عملت لهم. بس هنا عندهم النهارده عندي 8 مليون 14,000 لجنه يجب. يعني هل هناك ايضا اعداد لوجستي؟ دعني احيل السؤال دكتور محمد ابو حامد. يعني يبدو ان اللجنه لديها كان عندها معوقات. اولا انا سمعت المتحدث الرسمي باسم اللجنه وبيقول ان احنا اولا كانت هناك في مشكله قانونيه قد يترتب عليها ابطال يعني النتيجه، وكان هناك أنهم ما عندهمش الأجهزة اللازمة من أجل يستخدموها بالنسبة للمصريين في الخارج. ما يعني رأيك؟ متهيألي واضح جدا من بداية حتى تكوين اللجنة وقانون الانتخابات الرئاسية أنه الحيطة والحذر كانت حاكمة العملية بالكامل. هم كانوا عارفين كويس جدا الدولة بداية ورئيس الجمهورية قبل حتى تشكيل اللجنة أن الانتخابات دي هتكون مستهدفة، وبالتالي هتلاقي حضرتك أنه من اللحظة الأولى لفلسفة تكوين اللجنة والقانون الانتخابات كان اللي غالب على طريقة التفكير الحيطة والحذر، بمعنى أنه هم كانوا قلقانين جدا أنه لو طلع ولو مواطن واحد وجاب يعني أو أثبت أنه صوت
في محافظته مثلا وبعدين رجع صوت في القاهرة، ان دون يبطل العملية الانتخابية بالكامل. فهم في الحقيقة يعني أظن أنه راجعوا الأدوات اللوجستية اللي هيتم توفيرها، والادوات اللوجستيه هم ما لهمش يد فيها، يعني هم يطلبوا من الدوله، لكن المفروض ان السلطه التنفيذيه هي اللي بتوفرها. احنا عارفين ان النظام الانتخابي عموما سواء الكشوف ولا التعامل حتى مع المصريين في الخارج، المصريين في الخارج في قرب 9 مليون مواطن، احنا لليوم حق التصويت طبقا للاجراءات قرب 600,000، فاحنا برضو خسرانين كم كبير. فاللي عايز اقوله ايه، احنا عندنا مشاكل كتير في العمليه الانتخابيه لازم هنعالجها، بس اولا هم مش كانوا عارفين ان في انتخابات، بس يعني لماذا لم يتم الاعداد؟ ضيق الوقت المرصود لتنفيذ خارطه الطريق كان بيخليهم يحاولوا يعالجوا ما يمكن معالجته، لكن حقيقة يعني من ضمن المهام الأساسية اللي على عاتق الرئيس القادم والبرلمان القادم إن لازم يتم معالجة جذرية للاستفادة، تؤدي إلى الاستفادة من كل مواطن وصوت كل مواطن، لأني يعني أنت موافق أن تم إهدار، بس ما أقدرش ليس عمدي، ليس عمدي لكن لخلل في التنظيم، بس ما أقدرش أحمل اللجنة القضائية المشرفة المسؤولية. إحنا عندنا مشاكل معروفة وتراكمية بقى لها وبنتكلم فيها، احنا حتى في البرلمان بتاعنا اللي تم حله ده ما كنا بنتكلم ان لازم توضع تشريعات ما تضمن الاستفاده من المصريين في الخارج، تنظم الوافدين، لكن ما خدتش يعني عايز اقول ايه، انه في مشاكل، بس ما اقدرش اقول انه يتحملها الهيئه لجنه الانتخابات. لجنه الانتخابات بتطلب من الدوله بتقول لها ايه المتوفر، وفي ظل دون بتشتغل. وانا بقول ان المنطق الغالب كان الحيطه والحذر، حتى يمكن بشكل مبالغ فيه. دمج اللجان الانتخابيه ده كان من الخطوره بالمكان ان انا دمجت اللجان الانتخابيه. النهارده اخلي كل لجنه 4000 ناخب، ازاي هيقدر يشتغل؟ وعندي وفره في القضاه، الخطا هنا عندي وفره في القضاه. لماذا ما خليتش كل لجنه 1200 ناخب بس كفايه؟ طيب دعنا ايضا ننتقل الى مشكلات تخص برضه، يعني قبل ان نغادر الى القضيه اللي حضرتك بتتكلم فيها استاذ حمدي، هي فكره اننا ليس لدينا الا 200 قارئ الكتروني، وبالتالي عملية اكتساب أو إهدار الكتلة التصويتية اللي هي من 7، هناك تقديرات حضرتك قلت 5 6.5، فيما بيقول 7، في الحقيقة هي لم يتم إحصائها بطريقة علمية. فإذا يعني الخسائر القاهرة لوحدها فيها 4 مليون. طيب كيف من سيتحمل فاتورة هذه الخسائر؟ يعني هو بيتحملها الشعب نتيجة ده خطأ من اللجنة العليا للانتخابات. كانت تطلب عدد كبير من القوائم الإلكترونية. احنا طالبنا كتير جدا منذ مجلس النواب الماضي بأن يكون التصويت إلكتروني، وحتى أحد السادة رجال الأعمال المعروفين في مصر هنا قال أنا مستعد أعمل التصويت الإلكتروني على نفقتي الخاصة في مصر، ومش هيتكلف 200 مليون جنيه. ما احنا مكلفين الانتخابات دي مليار جنيه النهارده. انا ما عملتش كده ليه؟ ليه الاصرار على اشتغل في الا 5 في اخر 5 دقائق؟ الزحام اللي حصل كتير جدا. فكره الزحام وقع في قريه الرهبين عندنا في المحله في بلدي. على فكره بلدي المحله 55% نسبه حضور، والفلاش عند انا قلت لك في الاول بس ضيق الوقت. يعني نسبة الحضور عندنا في المحلة 55%، والنهارده هتوصل ل 70% إن شاء الله. الغربية بالكامل من المحافظات المشرفة. طبعا دعيني أحيي الأول محافظة المنوفية اللي وصلت فيها نسبة التصويت النهارده 52% أمس. الغربية تليها على طول بقت 50% الغربية. المحافظات التانية يا ريت تكون سباقة ويبقى في تنافس بين المحافظات. دمج اللجان ده عمل مشكلة كبيرة جدا. اللجنة النهاردة ممكن قاضي خايف أو متخوف، ده حصل مشكلة خلى ناس 300 ناخب فقط اللي راحوا في لجنة في رهبين فيها 5000 ناخب عند القاضي ده، لدرجة إن تقدمنا ببلاغ لرئيس اللجنة العليا للانتخابات، وأرسل 2 من السادة المستشارين رؤساء الاستئناف، ودخلوا ناس قد إيه. كانت لجنة سيدات، وبحيي السيدات مرة أخرى، هم اللي دايماً أنا مش عارف لازم يبقى رئيسة الوزراء الجاية تبقى واحدة ست، لأن هي اللي بتتحمل المشهد. دخلت 1000 سيدة المدرسة ديت الساعة من 8 ل 9، من 8 مساء طول النهار. 300 ناخبة فقط اللي تمكنت من الإدلاء.
لما جت رؤساء الاستئناف دخلوا 1000 سيده وقعدوا في اللجنه لحد الساعه 11 و12 عشان يخلصوا تصويت. وقبل القاضي في اللجنه؟ اصل طالما دخلوا النطاق المدرسه. ليه انا بسال حضرتك؟ لان كانت هناك وقائع تثبت عكس ذلك، وانا احلها هنا للدكتور محمد. يعني الاول لجنه الانتخابات قالت هنمدد للساعه 10، ثم لم يتم تطبيق هذا القرار بحذافيره. هناك قضاة ارتأوا ان هم يقفلوا الساعه 9 ورفضوا أن يصوت كل من هو موجود باعتبار أن هناك تمديد لليوم الثالث. كيف ترى هذه الإدارة على مستوى اللجان لبعض القضاة، لا في الحقيقة مش كل القضاة، وكيف تقيمها يعني؟ شوف تنظيميا. احنا بنتكلم تقريبا في 13,000 قاضي تقريبا المشاركين. لا سيادة النائب هقول كلمة، معلش أنا آسف الكلمة دي. والله أنا شفت قضاة فعلا بينزلوا للسيدات كبار السن لتحت وللرجاله. ما هو اللجنه في الدور الثالث بينزل ياخد صوته في الدور في الارضي، الناس ما بتقدرش تطلع يعني. بس ده ما كانش الكل، كان في قله. يعني عايز اقول اذا كنا بنتكلم عن 13,000 قاضي، لو انا يعني رقم دقيق يعني مشاركين في العمليه الانتخابيه دي، احنا بنتكلم على بعض امور ما كانش فيها حكمه، سواء انه قاضي يصر على انه يقفل في، بس عددهم كام؟ يعني انا اللي اظن ان احنا حصرناه يمكن 5 10 مثلا، ده بالكتير من 13,000. حالات فرديه، هي حالات يعني انا عايز اقول ايه، في لو انا هقول مثلا بعض الملاحظات اللي قالها المرشح حمدين عن اللي هو بيقول انها ملاحظات، يعني لما تيجي تدقق فيه يقول لك ده قاضي ما اعرفش فتح متاخر، ده قاضي يعني. يا اخوانا اصلا انا خضت انتخابات فردي، واكيد استاذنا النائب برضو خاض انتخابات. الامور اللوجستيه عندنا فيها مشاكل. ما بقولش انه يعني احنا كان عندنا اداره 100%، لكن اقول ان في مسؤوليه تضامنيه ما بين جميع الاطراف، وبدرجه اولى السلطه التنفيذيه مش هتقدر تعالج بشكل تراكمي مشاكل نظام انتخابي بقالها، خاصه ان احنا ال4 سنين اللي فاتوا دول اللي هم كان المفروض بعد ثوره بقى ان احنا بالذات الامور المرتبطه بممارسه الحقوق السياسيه بما فيها الانتخاب تاخد مننا جهد ونضبطها بشكل او باخر. احنا ما عملناش كده. احنا كان بقالنا 4 سنين في حاله صراع سياسي مستمر عشان الجماعه الخاينه دي اللي دخلتنا من فكره مطالب سياسيه وثوره لفكره ان الدوله لا قدر الله كانت في خطر ان مقدساتها تضيع يعني. فأنا عايز أقول إنه إيه، هم يتعاملوا في حدود الممكن في ظل مشاكل تراكمية في النظام الانتخابي محتاجة حل جذري. لكن ليس من حقه، كما رأينا امبارح بالأمس، رأينا سيدات جم من قرى يعني كانوا صايمين اولا، وبعدين راحوا قالوا لهم راحوا عشان يرجعوا او رجعوا تاني للجان، وتم يعني عدم السماح لهم بالتصويت. اكيد مش من حق اي قاضي يعمل كده، بس اللي انا متاكد منه ان كل ما احيل للجنه العليا المشرفه على الانتخابات بادله ووقائع خدوا بشانها اجراء. يعني لما اتقال القاضي فلان وليكن بيوجه للتصويت لسين من المرشحين، اظن كان حمدين، على طول واحد اخوان برضه اللجنه تم تغييرها. يعني عايز اقول ايه، يعني لما بينقل شيء للجنه على طول بتاخد فيه اجراء حتى لما راحت وقفه رمزيه امبارح قصاد مقر اللجنه عشان الوافدين، وحصلت بعض وقفات احتجاجيه في شرم الشيخ عشان الوافدين، هم اخذوا القرار اللي من وجهه نظرهم لا يخل بفكره الحيطه والحذر. طبعا يعني في الحقيقه انا وانا جاي حتى سامع في الراديو مداخلات من بعض مواطنين يقول لك ده انا عشان اسافر بلدي هاخد 12 ساعه اللي هو بقى في قنا واللي في اسوان، فمش هيسافر يعني. بس على الاقل اهو نسبه ما بالذات اللي هم مثلا في القاهره ومحافظاتهم في الدلتا لا يقدر يسافر، اللي محافظاته في شمال الصعيد اللي هو جنوب القاهره يعني يقدر. فاحنا استفدنا بنسبة ما، لكن عموما انا بقول لاخواننا انه احنا عندنا 9 مليون مواطن في الخارج، واللي استفدنا اللي كانوا لو راحوا بنسبة 100% كان هيبقى 600,000، واحنا استفدنا. واحنا اهدرنا يعني لو انا هقول بنسبة المشاركة الطبيعية اللي هي 30-40%، حتى لو كان في 6 مليون مواطن وافد، لو بنفس النسبة يبقى احنا بنتكلم في 2 مليون صوت. انا كتبت يعني تصريح قلت ايه، حتى لو كانوا 100 صوت يجب لو صوت
يجب على الدولة طبقا لما يفرضه الدستور انها تكفل للصوت ده ان هو يدلي يعني المواطن ده ان ياخد حقه ويؤدي هذا الواجب التصويت، لكن مع الاخذ في الاعتبار ان احنا عندنا مشاكل تراكميه. الرئيس القادم والبرلمان القادم والحكومه ان شاء الله القادمه اللي هتبني على البرلمان مطالبه انها تحل المشاكل دي من جذورها. وده بقوله ليه؟ حتى لا نعطي ذريعه لاصحاب النوايا السيئه بقى ان هم ياخدوا بعض افكار، يقول لك بص اهو ده حتى بيقول لك انهم بينتقدوا وبيعملوا وبيسووا. لا، احنا يعني اللجنه المشرفه على الانتخابات هي ارقى هيئه قضائيه في مصر، لها كل الاحترام كل التقدير. قد يكون في بعض والتقدير لكل القضاة قد يكون في بعض امور كانت محتاجه، بس مش مسؤوليتهم لوحدهم، في مسؤوليه تضامنيه حتى احنا شركاء فيها. ما احنا برضو كنا نواب وكنا نقدر نضغط في الاتجاه ده. كلنا بذلنا مجهود بقدر المستطاع في فتره صراع من أسوأ ما حدث في مصر في عصرها الحديث. ان شاء الله ما هو جاي ما قادم يعني هيعالج فيه الكلام ده جذريا. استاذ حمدي، يعني برضو الاخوان في المشهد. لا، عايز اتكلم على سحب المناديب اللي عند السيد حمدين صباحي. اؤكد اولا انه لا يؤثر على سلامه العمليه الانتخابيه نهائيا. انا تحديدا في انتخاباتي كنت فردي مستقل، ما كانش عندي مناديب خالص. اللجان 90% من لجاني والله كان كل واحد عايز 200 جنيه، ما كانش معايا فلوس قد كده. اللجان ونجحت بدون يعني وجود القضاة هو أكبر ضمانة لنزاهة الانتخابات. المناديب يعني أنا بقول لحضرتك 90% من لجان أنا ما كانش عندي مناديب طواعية، ما كانش معايا فلوس أجيب للمندوب بدل إقامة أو بدل تغذية وكلام من ده. كان القاضي بيفتح اللجنة بأول ناخب مع مندوب المرشح المنافس، وكان عضو مكتب إرشاد في جماعة الإخوان. فالمناديب لا تؤثر اطلاقا، ونجحت كمان. يعني طالما في قضاه ده اضمن اكتر حاجه لنزاهه العمليه الانتخابيه. يعني في قاضي خلاص انا مش محتاج مندوب ولا محتاج حاجه. 2 مناديب المشير، سياده المشير انا معايا توكيل عن سياده المشير، كنت بروح نص اللجان ما فيهاش مناديب السيد المشير، نص اللجان اكتر. بل ان مندوب السيد حمدين صباحي في احد اللجان معايا انا تحديدا مش مع حد تاني منعني من الدخول. طلع لي بره على اللجنه، في لجنه في قريه نمر البصل، قال لي ما تخشش، حتى ما سالنيش انت معاك توكيل ولا لا. وده اختصاص، وعملت له كنت بعمل له محضر، وده اختصاص الضابط اللي بيدخلني اساسا للجنه. ده طلع لي بره لمجرد عرف ان انا في لجنه اخرى، طلع لي يقول لي لا ما تخشش. قلت له يا عم ده انا معايا التوكيل عن السيد المشير، يعني لك صفه قانونيه. التعسف يعني كانوا واخدين حقهم بكثره. وطلبت ان انا اعمل محضر ضد هذا المندوب. اذا الترويج ان هناك مشاكل من هذا النوع. والله وحتى ضباط الجيش كانوا بيتعسفوا ضدنا كمان، بيتعسفوا ضدنا لصالح يمكن حمدين صباحي، حتى لا يؤخذ عليهم ان هم موالين لشخص او لاخر. الحاجه الثانيه حضرتك اللي النهارده نسبه الحضور بقى قبل اكملها بس ديت الصغيره بس اعذرني بمناسبه نسبه الحضور. اود ان نتحدث في اللحظه الآنية وبعد كده هنرجع للحظه الماضيه. لدينا وانبه ان هناك على هذه الاربع نوافذ في الشاشه في القاهره والناس بث مباشر لوقع عمليه تصويت المصريين في اليوم الثالث من مباشر من إحدى لجان بابا، مباشر أيضا من محافظة المنوفية وأيضا من كفر الشيخ. ويبدو أن الإقبال ابتدى أن هو يزيد في هذه اللجان وفي هذه المحافظات، ما يؤشر أننا أمام يوم ثالث ربما يحمل في طياته الكثير من المفاجآت، ويرد بالنيابة عن الدولة المصرية والشعب المصري والناخب المصري بأننا يعني ربما فترات الحرارة، لأننا تعرضنا إلى فترة أو إلى موجات حرارة ربما غير مسبوقة منذ العام الماضي، وده ربما سيؤثر قليلا في فترة الظهيرة. لكن نشاهد الإقبال الذي بدأ أنه بدأ يعني ينبئ بأن هناك إن شاء الله ستكون كثافة. إليك أستاذ حمدي، كان عندك تعليق على الأمس. كانت مهمة قوي. يعني اللجنة العليا للانتخابات مدت ليوم زيادة. طب أنا أزعم
ان هي مدته علشان السيد حمادين صباحي او احد المرشحين في محافظه كفر الشيخ يرفع نسبه التصويت فيها، اللي هي بلده، هي محافظته فيها 42%. طب احنا مديناها لك يوم، واعتقد ان من الطبيعي ان محافظه كفر الشيخ تصوت لابن بلدها، مش هنقول لمين بقى. فطب ارفع نسبه التصويت عندك بقى، يعني بدل ما نقول نسبه 42% في كفر الشيخ النهارده، لا نسبه ضعيفه جدا ببلد مرشح. يجب ان محافظه المرشح تكون على الاقل 80% نسبته، وبتكون لصالح المرشح ابن المحافظه دي. فاللجنه العليا للانتخابات لما زودت اليوم، ده حق الناخب وليس حق المرشح احد المرشحين. يعني انت مع التمديد؟ طبعا، ومع التمديد، ويوم تاني كمان اضافي كمان، مش النهارده فقط لا غير. لازم اعمل حساب لكل ناخب بفرض حضور كافه الناخبين لهذه اللجنه. يمكن في لجنه واحده الناس كلها هتحضر. لو منعت واحد فقط لا غير، افتكر جورج بوش نجح الابن نجح في اول انتخابات له ب 137 صوت، فارق 137 صوت من اصوات الجنود المرسله بالبريد. انا النهارده لما احجب عدد من الناخبين 100 او 200 طيب. بقوه التنظيم، انا لما السؤال، لو حضرتك عندك تعليق ايضا في السياق، لكن السؤال انا الوقت بيدهمنا هو ان فكره تقديم مذكرات من كلا الحملتين للاحتجاجيه للجنه العليا للانتخابات، فيهم بعض الكلام يعني تم تداوله على ان هناك يعني اجراءات ربما تكون يعني غير مسبوقه من هذه الحملات، عقبها تهديدات يعني بالانسحاب الى غير ذلك. يعني في الحقيقه هو ده حصل من السيد حمادين، وانا من الناس المقتنع تماما انه لا، ومن المرشح ايضا المرشح الاخر انه السيد حمادين من اللحظه الاولى للترشح كان بينتظر الى عله ما تبرر الانسحاب، وبالتالي لما هو طلع بيان شديد اللهجه يوحي انه كانه هذا التمديد تم للمرشح الاخر، جه المستشار القانوني للمرشح الاخر وكتب بشكل واضح جدا احنا معترضين على هذا اليوم للتاكيد انه هم ليسوا بحاجه الى فكره ان يتم التمديد، وانه التصدير للراي العام العالمي ان التمديد ده تم لخدمه السيد المشير، الكلام ده غير صحيح. التمديد اذا كان تم هو تم زي ما قال سياده النائب لاستيعاب. حضرتك بتشير الى الضغوط اللي هم تحدثوا عنها، ان هناك ضغوط مورست على اللجنه. لا، محافظته يزود نسبه حضور. هو الفكره انه ايه، هو يعني انا متاكد انه من بيان او الاجراء اللي اخذه حمله السيد المشير حتى ترفع الحرج عن الدوله ككل وعن اللجنه، انه من يدعي ان هذا التمديد تم لصالحها فكأنها بتقول للجميع أنا أصلا مش محتاجة هذا اليوم، يعني فاهم قصدي؟ لكن اللي حقيقة عملها من باب المزايدة السياسية والمتاجرة والهروب من هزيمة واضحة جدا إنها هتكون هزيمة كاسحة. يعني نحن لا نكيل الاتهامات في هذا السياق، يعني نرصد الجانب الإيجابي. لديك تعليق في عجالة؟ خلاص انتهى وقت البرنامج. الانتخابات ديت بنسبة الحضور اللي فيها النهارده، خلونا في النهارده جدا. هكمل بس النقطة ديت، لأن دي انتخابات فيها على الأقل الانتخابات الماضية بتاعت الرئاسة كان فيها على الأقل 30% سكر وزيت. صح، لو تفتكر كان راح كل الناخبين رايحين سكر وزيت وبطاطس ودين كمان، اللي معانا اللي عايز ربنا اللي عايز يروح. دي انتخابات ما فيهاش لا سكر ولا زيت ولا دي انتخابات اورجانيك. انت عارفه الخضار الاورجانيك ده هو ده الاورجانيك، ما فيهاش لا سكر ولا زيت ولا بطاطس ولا دعايه دينيه. الناس اللي حاضره ديت النهارده الناس وطنيين فقط. وانا بطالب ان يا ريت يبقى النسبه بين الاثنين، ارفع احد المرشحين يرفع نسبه الحضور الخاصين الداعمين له لاكثر من كده شويه. انا شايف ان مش هقول يعني سيد حمدين لن يتجاوز 100 مليون واحد بس. عند هذه النوايا الحسنه وعند ايضا هذا رصد لهذا المشهد الايجابي لهذا اليوم، تستمر التغطيه مباشره من القاهره والناس
لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي الكرام الدكتور محمد أبو حامد رئيس عضو مجلس الشعب السابق وكذلك رئيس حزب المصريين حياة المصريين، وأشكر ضيفي الكريم الأستاذ حمدي الفخراني رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد والبرلماني السابق. سيداتي وسادتي، وهكذا إذن نبدأ وقائع يوم الثالث في حياة الانتخابات الرئاسية المصرية. أرجو إن شاء الله أن يقبل الناخبون على الأقل من لم يمارس حقه في الانتخاب أن يقبل على ذلك بكثافة. نحن هنا دولة تتمتع بالسيادة ولن نعير 500 جنيه بتطبيق القانون ترفع بكرة إن شاء الله على كل من لم يحضر إلى هذه الانتخابات مع شطب اسمه من بطاقة التموين. ويبدو أن الحكومة ستلتزم بذلك حتما، لا سيما مع كل النشاط اللي بيديه رئيس الحكومة وإصراره على التحقيق وإقرار القانون. الشكر لكم. بعد قليل زميلي العزيز الدكتور أيمن رشوان يستمر في أيضا متابعته لأحداث ووقائع هذا اليوم. لم يبقى لي إلا أن أشكركم على حسن المشاهدة والمتابعة، وأراكم على خير إن شاء الله. إلى اللقاء.